والسلام عليكم ورحمة الله. اليوم في جولة خاصة بالواحة. استرعى انتباهي فلاحون كانوا يقومون بإعداد الأرض من أجل الحرث أو من أجل موسم الزرع، لكن ما استرعى انتباهي كثيرا هو تلك الأقوال التي كان يتفوه بها ذلك الفلاح حينما يقوم بحرث الأرض. أقوال غير معتادة. انهارت القيم والأخلاق وحلت محلها الأنانية وحب الذات واستغلال حتى الحيوانات. فكانت كلماته كما يلي: أشتا تحرك الحمار، أتا غيولت، هاي اللي صلح حرام، الله ينعل والديش. هذه كلمات نابية لم نتعود عليها منذ القدم. آباؤنا كانوا يحرثون بهذه الطريقة، وكانوا يعاملون الحيوانات بأسلوب حضاري وبأسلوب محترم مثلها مثل الإنسان. أشتايلي أسيا أطرفه تاويست سيا تبارك الله، خير الله، الله يسخر، أشتا العوان، أت أطرفه، رست سيي. هذه كلمات منطقية وأخلاقية. بالتالي أقول: انهارت القيم وانهارت الأخلاق في مجتمع لم يصلح للحيوان وللإنسان. تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله. كنت في جولة على الواحة، واسترعى انتباهي فلاحون يقومون بحرث الأرض ديرزة. وما استرعى انتباهي كثيرا ليس كيفية الحرث أو الأشخاص، بل الكلمات التي كان يتفوه بها ذلك الفلاح. زيد، الله ينعل والديهم، دوز دينتخ، أسي، هاي اللي صلح حرام. هذه كلمات نابية. في تقاليدنا لم نتعود على مثل هذه الكلمات. كنا نسمع من آبائنا وأجدادنا وهم يخاطبون البهائم عند عملية الحرث يقولون: أشتا تبارك الله، هاد فلا مسخر ربي، وشتا العوان، أراد زدا وغول زدا، نمطرف، البركة، إلى غير ذلك. هذا هو الواقع المؤلم اليوم. القيم انهارت بكل عفوية. تحياتي. السلام عليكم.